بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أريد أن أقدم لكم برنامج رائع وجميل وبرنامج جيد جدا. والله أني جربته وأنه برنامج أفضله على الداونلود مانجر، لأنه برنامج مجاني ولا يحتاج إلى تفعيل ولا أي من هذه الأمور. بسم الله، نبدأ على بركة الله. كيف ننصب هذا البرنامج؟ أولا سنذهب إلى الرابط هذا www ايجل جيت. هو البرنامج العفو اسمه ايجل جيت، برنامج اسمه ايجل جيت. نذهب إلى هذا الرابط والذي سأضعه أسفل الفيديو، نضغط عليه. سنذهب إلى هذه الصفحة الآن. عندما نذهب إليه تفتح لنا هذه الصفحة، هذه صفحة البرنامج الذي ذهبنا إليه والذي سأضعه الرابط أسفل الفيديو. أنت تنقر عليه وتفتح لك هذه الصفحة، ثم تنقر على فري داونلود. عندما تضغط عليه ستظهر لك نافذة التحميل. ننتظر قليلا. أنا شوية النت عندي ضعيف اليوم. هذه أداة التحميل. عندما تضغط عليه تختار المكان الذي تحفظه، أي مكان تحفظه، وتقول له سيف تحفظ، تقول له بدأ التحميل. أنا حملته مسبقا، عندي موجود مسبقا. نذهب إليه كيف تنصيبه. نضغط عليه ضغطتين، سيبدأ معنا التسطيب بعد قليل. نقول له يس. تسطيب عادي طبعا، نيكست، خطوات كلش بسيطة. نيكست ثم نيكست ثم نيكست ثم نيكست ثم اوكي، يس، ثم نيكست. سيبدأ تنصيب. برنامج كلش رائع والله. لم أرى برنامج مثل هذا البرنامج. كثير بحثت في الانترنت، إلا في الآونة الأخيرة لقيت هذا البرنامج. والله إنه برنامج جيد ويستحق الشكر، ليس لأنني قدمته، ولكن والله إنه برنامج يعني قوي كلش، ويظهر في أي مكان. يظهر على الفيسبوك وعلى أي مكان، على اليوتيوب، في كل مكان يظهر هذا البرنامج، وهو بهذا الشكل ترونه، بهذا الشكل. برنامج قيم كلش. يعني إذا تريد تضيف إليه رابط، عندك رابط تحميل، تضيف هنا وتقول له حسنا ابدأ التحميل. الآن سنجربه. سنذهب إلى جوجل، نفتح صفحة ونكتب فيديو لكي نجربه. هنا كما أخبرتكم النت عندي بعض الشيء ضعيف، يعني اليوم هناك الجو ممطر وأصبح النت ضعيف، اعذروني على هذه الحالة. نكتب هنا أي شيء، فيديو، نذهب إلى هذا. أنا آسف على التأخر، والله أنا خجلان لأنه النت ضعيف. وبالفعل أن هذا البرنامج جيد، ويعني يعني يمكنك التحميل بكل الصيغ، بصيغة MP4، بصيغة 3GB، بصيغة حتى يمكنك تحميله بصوت فقط، يعني بدون صورة.
شوف شو بدي اسوي فيه هلا. انتظر 1 ايش ما 2 يردك. 3 ها. لا، هذا هو البرنامج. هذا هو البرنامج، داونلود. نضغط عليه. شوف، يمكنك تحميله بكل الصيغ، 3GB 3GB MP4، في كل صيغة تريد تحمله. وعندما طبعا نسيت أن أذكركم، عندما تنصبه أول مرة نصبه مسبقا، عندما تنصبه أول مرة تذهب إلى هذا الخيار، ثم إلى الإعدادات، ثم الإضافات. هذا البرنامج تجده غير مفعل، تضع هنا علامة صح، تمكين إضافة، ثم تضع هنا صح، وهنا صح. في أول مرة تجد ما موجودة هذه صح، تضع صح هنا وصح هنا، ثم يعمل معك البرنامج. والله البرنامج جيد، وأسأل الله أن ينفعكم هذا البرنامج وأن يفيدكم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خاص لوجه الكريم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.